السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. حابب قبل لما اقول اي حاجه في الفيديو ده اقول ايه الهدف من الفيديو ده. الهدف من الفيديو ده ان في ناس صعبانه عليا، في ناس كتيره جدا شايفهم على الجروبات. انا ما بقاليش فتره طويله بخش على الجروبات، يمكن بقالي سنه، بس شايفهم متبهدلين. هم كاتبين احنا متبهدلين وانا خسران كل فلوسي وحسبي الله ونعم الوكيل وكل يوم بيدعوا وبتاع. فالناس دي صعبانه عليا، فانا عايز اوجه رساله نفسي توصل لهم باي شكل من الاشكال. هحاول اختصرها على قد ما اقدر. بصوا يا جماعه، في البورصه في حاجتين: في البورصه اللي هي الطبيعيه، الاستثمار الطبيعي، وفي العالم الموازي. انا قعدت استثمر في البورصه من سنه يمكن 2004 او 2005، مش فاكر السنه بالظبط. تعالوا نقول ان انا بقالي مثلا 16 سنه ولا 17 سنه. عمري في حياتي في هذه الفتره الطويله اللي ممكن تكون 16 ولا 17 سنه ما دخلت على جروبات فيسبوك. يمكن جروبات الفيسبوك مثلا بدات من 2008. عمري ما دخلت على جروبات فيسبوك اشوف ايه اللي بيحصل في البورصه مع الناس. بدات اخش من سنه واحده فقط. قبل ما اخش على الجروبات الحمد لله كنت بكسب بصفه مستمره، وبكسب كل سنه الحمد لله، بعمل مكسب كويس جدا كل سنه على مدار السنوات اللي فاتت لعدد سنين طويله. ولكن عمري في حياتي ما عرفت يعني ايه ميكر. كنت عارف الكلمه من السوق الامريكي، لان انا في السوق الامريكي من 2008، لكن ميكر هناك غير ميكر هنا خالص. اول مره اسمع عن كلمه ميكر في مصر دي، وان هو شخص بيعمل ويحرك، او ما كنتش عارف الموضوع ده. اول مره في حياتي اسمع اسماء شهيره زي استاذ عبد اللطيف واستاذ وليد وزكي وناس كتيره جدا. انا عمري برضو في حياتي ما كنت اعرف اساميهم حتى. اول مره في حياتي اسمع على اسماء اسهم ما شفتهاش قبل كده. واحد بقاله 16 سنه في البورصه، اسماء اسهم ما شافهاش قبل كده او ما سمعش حتى عنها قبل كده. المشكله يا جماعه ان في العالم الموازي ده ان في حاجات بتحصل ملهاش اي علاقه باللي بيحصل في العالم الرئيسي او في البورصه الرئيسيه او في البورصه اللي هي بتكسب او في البورصه اللي هي بتكسب على المدى الطويل. والشيء الغريب اللي لفت انتباهي ان الناس في الجروبات بتتضايق وبتستاء وبتخش وبتتضايق وبتدعي وربنا مش عارف يعمل ايه وكلام كبير جدا. ناس فعلا متضايقه، بس المشكله ان هم بيكرروا نفس الاخطاء. يعني هو كل يوم يخش يقول ان هو اشترى في سهم المضاربه الفلاني وخسر، تاني يوم الاقي نفس الشخص اشترى في سهم مضاربه تاني. طب ايه الحكايه؟ يعني على فكره عادي جدا ان واحد يخسر، ده مش عيب ولا حاجه تقلل من واحد ولا اي شيء. وانا قعدت اخسر 4 سنين من 2004 ل 2008، ده شيء لا يقلل من حضرتك في حاجه. ولكن الغلط ان حضرتك تخسر بطريقه وتيجي تجربها تاني وتالت وتخسر برضه وتجربها تاني. ده مش صح. الصح ان احنا نجرب حتى لو مش عارف الصح فين. مفيش مشكله انك تجرب، على فكره عادي جدا. كلنا ممكن نقعد نجرب مدارس ونتلطش معانا لحد ما هتلاقي حاجه في النص ظبطت. ويعني ايه حاجه في النص ظبطت؟ ما هو برضه ممكن واحد يخش في حاجه من الحاجات الخاطئه ويعمل هوب مكسب كبير في وقت قليل. ده كده مش معناه ان حضرتك كسبت يعني بتكسب بصفه مستدامه. وقلت الموضوع ده في كذا فيديو قبل كده. يعني كل مره حضرتك بتخش البورصه او كل سنه حضرتك بتتعامل في البورصه، حضرتك بتكسب مكسب كويس من البورصه سنويا. طيب حضرتك لو كنت ماشي على مدرسه لا تحقق الارباح ومدرسه تحقق الخسائر، حضرتك لابد انك تغيرها. يعني حضرتك لابد انك تجرب حاجه جديده. حتى لو شاكك في الجديد جربه. ما حضرتك جربت حاجه وما نفعتش، جرب الثانيه يمكن تنفع. جرب حاجه مختلفه. يعني حتى اينشتاين، ومقوله شهيره جدا واكيد كلكم عارفينها، قال لك ان انت لو بتعمل نفس الحاجه كل يوم ومستني نتيجه مختلفه يبقى ده نوع من الخطا الفادح. وده ينقلني لنقطه تانية. ناس كتيره في الجروبات لما حاولت اتحاور معاهم في الجروبات كده في كومنتات وبتاع، بدات الاقي ان في ردين شائعين جدا. انا اشتغلت في الاسهم الماليه الجامده وخسرت برضه. الاسهم الماليه بتخسر زي اسهم المضاربات. اجي اتكلم معاه الاقيه دخل اشترى سهم مالي كويس بسعر اعلى سعر في تاريخ السهم من يوم ما السهم اتعمل، او اعلى سعر في تاريخ السهم في سنه. يعني دخل اشترى سهم، مثلا السهم بيتحرك في رينج مثلا من 4 جنيه ل 9 جنيه، ومره واحده في حياته جاب 10 ونص، ليه شاريه ب 10 جنيه 60 قرش. طب ما هو حضرتك عمرك ما هتكسب في سهم مالي كويس لو جايبه بسعر مرتفع. وقلت الكلام ده قبل كده. عشان تكسب في البورصه سهم كويس زائد سعر كويس، سهم كويس من غير سعر كويس برضه هتخسر. الحاجه الثانيه ونقطه كبيره وما اقدرش الوم فيها اي حد في الدنيا، الناس اللي تعاملت هنا في البورصه في السنين اللي فاتت على اساس ان انا ممكن اخش اشتري سهم وبعد 5 سنين اشوف اداء السهم ده عمل ازاي. ما اقدرش الوم اي حد عمل كده، لان ده المفروض الفكر الطبيعي. لكن للاسف في السنين اللي فاتت الدنيا عندنا ما مشيتش كده خالص، ومش دي الطريقه اللي بتكسب، وبالاسف دي طريقه بتخسر. يعني لو حضرتك شاري اسهم كويسه ماليا من 5 سنين، احتمال كبير النهارده تكون خسران. وده لا يعيب حضرتك في حاجه، وحضرتك ما عملتش اي غلطه. هو بس اللي حصل ان السوق مش متوافق مع الطريقه اللي حضرتك بتستثمر بيها، اللي هي المفروض الطريقه الطبيعيه للاستثمار. على فكره اللي عايز اقوله، بورصه مصر على الاقل في السنين اللي فاتوا من اللي انا شفته ليها طريقه خاصه في التعامل علشان تكسب. لو عملت اي حاجه غير الطريقه دي هتخسر. وعشان كده انا عملت الكورس اللي اسمه ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي بيعلم الناس ازاي ما تخسرش في البورصه ابدا باذن ربنا. ومع الكورس بيبقى فيه 3 شهور دعم، ببقى مع حضرتك كل يوم على الواتساب بنطبق الكورس بطريقه عمليه خطوه بخطوه، فكانها اكسبيرينس تعليميه. ده اهم في رايي من الماتيريال بتاع الكورس بكتير، ان حد يكون مع حضرتك 3 شهور يواجهك في الاتجاه الصحيح. ويا جماعه والله مش لازم تشتركوا معايا انا لوحدي، ممكن تشوفوا حد تاني كويس لو بتثقوا فيه وفعلا بيكسب امشوا وراه. مش مهم انا والله، بس المهم اي حد يكون بيكسب تمشوا وراه. علشان للاسف الناس بتمشي ورا حاجات كتير قوي وبتخسر في الاخر، وبعدين بيرجعوا والاقيهم متضايقين وبيصعبوا علينا. طب ما حضرتك غير الطريقه اللي بتعملها لو مش نافعه بس كده. بالنسبه اللي عايز يشترك في الكورس او عايز يتواصل معايا باي شكل من الاشكال، يبعت لي على الفيسبوك بتاعي الموجود في اول كومنت كالعاده. وشكرا ليكم، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع، وباذن الله كلكم تكسبوا يا رب. شكرا، سلام عليكم.